السلام عليكم وتحية رياضية جميع الأبطال، أخوكم وصديقكم عثمان في فيديو جديد وموضوع جديد. المهم الإخوان، واحد الميساج بسيط جدا لإخواننا الجزائريين. كل ما أنزل مقطع فيديو أجد انتقادات كثيرة من إخواننا الجزائريين. يعني ملي كنحط شي مقطع ديال الفيديو على المقاتلين المغاربة كما كتعرفوا أنا في القناة ديال اليوتيوب كنحط يعني مختصة في تحليل النزالات القتالية، وكذلك كنحط معلومات رياضية في شتى المجالات. لكن في هذا الأخير كنلقى انتقادات كثيرة جدا من إخواننا الجزائريين. كيقول لك لا سيدي نتوما المروك ريكوفيروفون داليكم، نتوما المروك كذا، نتوما المروك كذا، نتوما المروك، يعني يدخلون السياسة في الرياضة. لهذا في الأخر حتى أنا وليت كنحط لهم نزالات بين مقاتلين مغاربة ومقاتلين جزائريين. راه بغيت تكونوا شفتوا المقاطع ديال الفيديو. بهذا السبب بديت كنحط انا فيديوهات ديال مقاتلين مغاربة مع مقاتلين جزائريين باش نشوف هذوك الاشخاص اللي كيديروا هذوك التعاليق السلبيه شنو غادي يكونوا، كيفاش غادي يكون الرد ديالهم على هذه الفيديوهات. لكن الاخوان يعني باش نحلل لكم هذه الامور هذه ديال ريكو فيرهوفن، حيت هضرت جاوبت بزاف ديال الاخوان في التعليق، لكن اجد انتقادات كثيره واجد رسائل كثيره. لهذا بغيت نوصل لكم هذا الميساج كفيديو. المقاتل المغربي جمال بن صديق اول واحد من اسقط ريكو فيرهوفن بالضربه القاضيه سنه 2011 هو المقاتل المغربي جمال بن صديق. وفي النزال الاخير نعلم جيدا الناس اللي كيمارسوا الفنون القتاليه، الكيك بوكسين، الطاي بوكسين، الصفات الصومين فلوز، يعني المنظمات، الناس اللي كيديروا الفنون القتاليه بصفه عامه، يعني عرفوا ان النزال الاخير ديال ريكو فيرهوفن وجمال بن صديق يعني كان نزال مدروس من منظمات الجلوري. وكان الحكم كذلك كل ما اقترب جمال بن صديق من اسقاط ريكو فيرهوفن تدخل الحكم لحمايه ريكو فيرهوفن، وكلما تدخل كذلك ريكو فيرهوفن كيدير الحكم بحال الا ما شاف والو، بحال ما وقع والو. يعني كان نزال مدروس بلا ما نقولوا يعني السلبيات الاخرى اللي كاين هو ان جمال بن صديق خانته اللياقه البدنيه. لكن في النزاليه الاخير مباشره بعد ما سال النزال مع ريكو فيرهوفن يعني خدم على راسو، طلع من الفيزيك ديالو، من اللياقه البدنيه ديالو، وخدم نزال اخير بينه هو وبين المقاتل الروماني بنجامين حيث اديكوي. أمطره الجلاد المغربي بلكماته المدمرة وأسقطه أرضا. ولكن رغم ذلك حاول المقاتل الروماني بنجامين ديكبوي النهوض من جديد ومواصلة القتال، ويا له من خطأ فادح. ففور عودته استقبله الجلاد المغربي جمال بن صديق بمجموعة لكمات من الجحيم التي أسقطته أرضا وجعلته جثة هامدة داخل الحلبة. شفت النزال الاخير ديال المقاتل المغربي جمال بن صديق مع المقاتل الروماني بنجامين اديكبوي، وشفتوه كيفاش شرشمو كما كنقولوا في الجوله الاولى بضرباته المرعبه. ومباشره بعد النزال هضر مع منظمه الجالوري وقال لهم يعني استحق نزال العوده مع المقاتل الهولندي ريكو وبعد فيرهوفن. نهاية النزال طلب المقاتل المغربي جمال بن صديق مواجهة المقاتل الهولندي ريكو فيرهوفن في نزال العودة. قال لهم اصلا انا ما وجدتش النزال ديال ريكو فيرهوفن، لكن منظمه الجلوري دارت بحال ما سمعت والو ودرست الامور وجلست شيامات قالوا باللي ريكو فيرهوفن يعني هاد الامور كنعرفوها باللي كيمثل الافلام وكذا وكذا، راه في واحد الضربه وكذا وكذا. لهذا وجلسوا واحد المده وقال لك ديراه بن جمال بن صديق راه كان يستعمل المنشطات في نزاله الاخير، يلاه جلسوا انتم يلاه بان لكم المنشطات، حتى طلب هو نزال اخر مع المقاتل ديالكم عاد لصقتوا لي ثاني الامور ديال المنشطات. يعني هذه الامور واضحه كما يسمونه ريكو فيرهوفن البطل المدلل لمنظمه الجلوري.
يعني باي طريقه بغاو يحميو هذاك البطل، وعرفوا باللي الشخص الوحيد الذي سيسقط هذا البطل هو الجلاد المغربي جمال بن صديق، ابى من ابى وكره من كره. المقاتلين المغاربه هم المسيطرون على المنظمات القتاليه بصفه عامه، سواء في الكيك بوكسين، الطاي بوكسين، صافات، السومير فرونز، الملاكمه، يعني جميع المنظمات القتاليه. ضروري كتلقى الدرابو ديال المقاتل المغربي، ضروري كتلقى الدرابو ديال المغرب، كتلقى مقاتل مغربي ومسيطر. يعني هذه شهاده العالم كامل. الاخوان الجزائريين ما كيرضوش بهذه الشهاده، يعني بلا ما تسناو حنا الشهاده ديالكم اصلا نتوما اش بغينا كاع، اش بغيناكم نتوما تشهدوا علينا، وحنا كنهضروا على الناس اصلا اللي كيمارسوا الرياضه. نتوما اصلا ما كاينش شي بطل جزائري يقدر انه ينافس المقاتلين المغاربه. شفتوا النزالات الاخرى اللي حطيت لكم في القناه، يعني جميع المقاتلين الجزائريين اللي تحط قدام المقاتل المغربي يعني ينهيه في الجولات الاولى بضرباته المدمره، ومباشره كيهزوه للسبيطار. هذيك واضحه وضوح الشمس. ما يعني مقاتلين اخرين اللي ما عادش كيتلاقاو، يعني مقاتلين هولنديين، فرنسيين، ومقاتلين اخرين ديال اوروبا، يعني هذوك راه كلهم يخشون المقاتلين المغاربه. هذه امور واضحه جدا ويعلمها الجميع. اي واحد كيبغي انه يتلاقى مع مقاتل مغربي في الحلبه كيفما كان نوعه وفي اي فن قتالي، يعني كتلقاه كيترعد وكتلقاه مخلوع. وبشهاده الجميع وبشهاده الاساطير ديال الفنون القتاليه كيقولوا باللي المقاتلين المغاربه يعني عندهم واحد الحاجه، الله اعلم شنو هي ديك الحاجه عند المقاتلين المغاربه. ملي كتواجه مع مقاتل مغربي يعني ما كيعرفش شنو هو الاستسلام، ما كيحسش ضربات قويه. يعني المقاتل المغربي ما كيرضاش انه يخسر في النزال، سواء واخا بالموت، هو واخا يموت هو في الرينغ، ما يساليش ليك النزال. ضروري انه يشتتك، ضروري انه يحطمك. لهذا الاخوان الجزائريين غتلقاهم كينتقدوني، لا سيدي الريكو هو اللي داير لكم، الريكو هو اللي فعل. اش بين انت كتهضر على ريكو؟ فين كتعرف انت ريكو؟ واش بين انت وبين ريكو؟ هضر لي على راسك انت، هضر لي على الابطال ديالك انت، هضر لي على المستوى ديالك انت. اما البطل ريكو كي قلت لكم، ريكو لولا الحكم في النزال الاخير مع جمال بن صديق، والله العظيم الا كان النزال ديال جمال بن صديق كان غادي يطيحوا في الجولات الاولى، لكن حتى كيقرب يطيح وكيحبس الحكم جمال بن صديق، وكيخلي ريكو حتى كيسترجع النفس ديالو، وكيقول لهم ثاني في فايت كيخدم ثاني النزال، وغادي ثاني هكا كيضربوا ثاني كيبغي يطيحوا ثاني جمال، كيقرب ثاني يطيح جمال ويعاود ثاني يوقف النزال. يعني خدم، هو عرف بلي جمال بن صديق عنده موجهش مزيان النزال، باللي اللياقه بدنيه ناقصه عند جمال بن صديق، هما يخدموا ليه على اللياقه البدنيه باش انه يربح. لولا سالا كاع الماتش بهذيك الطريقه راه غادي يعطيو الماتش لريكو. واخا سالا الماتش عرفتي يكون طاح دابا جمال في الاخر في الجولات الاخيره بالضربه القاضيه، راه غادي يعطيو النزال لريكو فيرهوفن. غير طاح بهذيك القضيه بعدا ودرجت واحد الشيء على الناس اللي ما كيفهموش في القتال، درجت عليهم واحد شويه، حيتاش هما بغاو ريكو يربح، ابا وكره من كره. لكن مباشره بعد النزال الثاني اللي لعب مع المقاتل الروماني بنجامين اديكبوي، راكم شفتوا النزال وشفتوا البنيه الجسديه فقد فاجأه هذا الأخير ببنية جسدية رائعة ولياقة بدنية عالية لم يظهر بهما من قبل، مما جعله أكثر رشاقة وسرعة وأكثر لياقة مما كان عليه. وأخيرا حانت اللحظة الحاسمة، فقد دخل كلا المقاتلين الحلبة بكل حماس وقوة. جمال بن صديق كيف كانت يعني الفيزيك اللهم بارك، يعني الشخص خدم على راسو الفيزيك مزيان، ومباشره طيح المقاتل الروماني بنجامين اديكبوي في الجوله الاولى بضربه قاضيه من الجحيم التي زلزلت جميع الجماهير العالميه في ذاك النزال. ومباشره بعد النزال طلب لهم نزال العوده مع البطل ريكو، لكن المنظمه ديال الكوري ما بغاتش يلعب مع ريكو، حيت عرف الطو الا حطيتو مع ريكو باللي جمال واجد جسمانيا كما دار الحكم، اي قلب دار الحكم راه خدم، راه غادي يتيحوا جمال بن صديق. لهذا جلست واحد المده وقلت لهم باللي ريكو فيرهوفن قال لهم انا كنمثل شي فيلم يعني وتضرب في الركبه ديالو كذا وكذا، عنده شي اصابه، لهذا ما بغاش يلعب. هما يجلسوا واحد المده ويقول لك دير جمال بن صديق النزال الاخير اللي لعب مع بنجامين اديكبوي راه استعمل المنشطات. لهذا اخواننا الجزائريين بلا ما تدخلوا راسكم في هذوك الصراعات، بلا ما تبقى ترد عليا بهذيك الطريقه، لا انتم المروك انتم كدايرين انتم كذا انتم فاعلين، وكتدخلوا لنا السياسه وكتدخل مع الملك وكتدخل مع المواطنين وكتدخل مع الشعب وكذا وكذا. انا ما كنبغيش ندخل في هذوك الصراعات، دوك النقاشات، يعني مشاكل ديالكم يعني السياسيه وغيرها من الامور، يعني نعلم ذلك جيدا، لكن انا كنحط يعني محتوى رياضي وابقى في الرياضه فقط. ما بغيتش ندخل في الدوامه ديال السياسه ديال الرئيس ديال الوزير ديال كذا، كيفاش الماكله عندكم، كيفاش المعيشه عندكم، كيفاش كذا، يعني نحن نعلم ذلك جيدا. لهذا عندك شي موضوع هضر لي في الرياضه فقط، لكن الا كنتي كتمارس الرياضه وكتفهم في الرياضه
ما الا ما كنتي ما كتفهم في الرياضه، كنتي كتعشق انك تتفرج في مقاطع فيديو، تفرج مع راسك واستمتع في النزال بلا ما تبقى دير شي تحليل ماشي هو هذاك، لا نتوما المروك، لا ريكو فيرهوفن دار لكم، لا ريكو هو الحلقه اللي دايره لكم، لا وكذا لا وكذا لا وكذا. انما حدثنا عن ابطالك انت. لهذا حتى انا وليت كنحط لكم الفيديوهات ديال الشورتس بين مقاتلين مغاربه ومقاتلين جزائريين باش نشوف التعاليق ديالكم نتوما اللي كتنتقدوا المقاتلين المغاربه كيفاش غادي تكون، واش غادي تعلقوا على النزال مباشره، يعني كما كتشوفوا في النزالات اللي كنحط لكم في الاخر ديال المقاتلين المغاربه والمقاتلين الجزائريين، يعني جولات اولى يسقطون المقاتلين المغاربه المقاتلين الجزائريين، في الجولات الاولى يسقطونهم بضرباتهم القاضيه المرعبه. ابى من ابى وكره من كره، المقاتلين المغاربه هم المسيطرون على المنظمات القتاليه بصفه عامه. اخوكم وصديقكم عثمان، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.